المحاضره الاخيره من كورس الاجايل والجيرا، والنهارده مع بعض هنتعلم الجيرا ستراكشر وانواع الاوبجكتس اللي ممكن تكون موجوده على جيرا. احنا اتعلمنا ايه هي البج وازاي بنكريتها وازاي بنتعامل معاها. ودلوقتي تعالوا نتعامل مع حاجه احنا اوريدي اتكلمنا عليها قبل كده، وهي اليوزر ستوري. وزي ما قلنا ان اليوزر ستوري دي هي الطريقه اللي انا بكتب بيها الريكويرمنت بتاعتي في الاجايل، بحيث ان هي تكون مفهومه وواضحه لكل التيم. واعتقد احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل في المحاضره دي، وهسيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو من تحت. وات از تاسك؟ التاسك ببساطه انا لما يكون عندي يوزر ستوري زي دي اقدر اقسمها لمجموعه من التاسكات علشان تيم التكنيكال كله سواء كان ديفلوبر او تيسترز يقدروا يشتغلوا عليها. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا نفترض يوزر ستوري زي اللي قدامي دي بتاعه اللوجن. كتيم تكنيكال الديفلوبرز مثلا فرونت اند تيم هيعمل تاسكاته عشان يخلص الجزء الخاص بالفرونت اند لصفحه اللوجن دي، وكمان الباك اند تيم هيعمل تاسكاته عشان يخلص الباك اند تاسكس لصفحه اللوجن دي. التستنج تيم كمان المفروض يعمل تاسكاته علشان يتست اليوزر ستوري دي. يعني مثلا احنا المفروض هنبدا نعمل انالايز لليوزر ستوري دي زي ما اتفقنا، دي تعتبر تاسك. ان انا هبدا اكتب تيست كيسز لليوزر ستوريز دي تعتبر تاسك. كل المانيوال اكتيفيتيز اللي انا ممكن اعملها في التستنج دي تعتبر تاسكات. وكمان لو هكتب سكريبت اوتوميشن لليوزر ستوري دي ده بيعتبر تاسك. كل دي تاسكات انا كتستر المفروض ان انا بعملها، بحطها على جيرا عشان اقدر احط الاستيميشن بتاعي عليها واقدر الوج التايم بتاعي عليه، ومن هنا اقدر اعرف الاستيميشن بتاعي كان صح ولا لا، وكل تاسك خدت مني وقت قد ايه بالظبط. الكلام ده هيبان اكتر لما ناخد مع بعض مثال عملي على جيرا. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا دي الجيرا بورد بتاعتنا، ودي اليوزر ستوري اللي احنا كنا شغالين عليها. زي ما احنا شايفين هي سيلكتد فور ديفلوبمنت، فده معناه ان هي خلاص بدأنا نشتغل عليها. اي حد هيشتغل على اليوزر ستوري دي لازم يعمل تاسك ويضيف كل التفاصيل اللي هو هيشتغل عليها في التاسك دي. تعالوا نكريت تاسك مع بعض ونشوف التفاصيل بتاعتها، وده هيسهل علينا فكرة التاسك اكتر. عشان اكريت تاسك زي ما بكريت بج او يوزر ستوري، انا باجي هنا من كريت وبختار الايشيو تايب انها تكون تاسك. هنا بحط السمري بتاعي او عنوان التاسك بتاعتي انا هشتغل على ايه. خليني اقول مثلا ان انا كسوفت وير تيستر هتكون التاسك بتاعتي ان انا اكتب تيست كيسز لليوزر ستوري دي. فهقول هنا رايتنج تيست كيسز فور لوجن بيج، انا هكتب تيست كيسز في اللوجن بيج. طبعا لو في اي اتاتشمنت انا ممكن احطه، لو في مثلا انا اوريدي كاتب تيست كيسز او في فورمات التيست كيسز دي مثلا في اكسل شيت او اي داتا ريكويرمنت انا محتاج احطها بحطها في الاتاتشمنت. غير كده كمان عندي الديسكربشن، ببدا اقول لو في اي تفاصيل زياده ممكن هقول مثلا ان انا هكتب للمديول 1 2 3 4 هعمل انالايز لكذا. يمكن في كتابه تيست كيسز مش هتلاقي تفاصيل كتير غير ان المديولز اللي هتعمل لها كفر وبعض الاشياء الثانيه، ولكن في بعض التاسكات الثانيه مثلا زي تاسك ان انت هتعمل اوتوميشن للموضوع ده هتبدا تحط الحاجات التكنيكال اللي انت هتشتغل عليها جوه الديسكربشن. بعد كده هدوس هنا كرييت. خلاص التاسك بتاعتي اتعملت، تعالوا نبص عليها دلوقتي. خلاص انا بكتب تيست كيسز للوجن بيج. طبعا التاسك دي زي اي تاسك بتبدا في الباك لوج وابدا اخليها ان بروجرس، ده معناه ان انا بدات اكتب التيست كيسز. وانس ان انا خلاص هقول ان هي ريدي فور تيستنج، خلاص انا خلصت التيست كيسز. ولما اتعمل لها ريفيو تبقى جاهزه هقول ان هي دان، هي كده بقت دان. ممكن حد يسالني دلوقتي انا لو عايز اربط التاسك دي باليوزر ستوري اللي كنا شغالين عليه، يعني دي مثلا اليوزر ستوري بتاعتي، انا عايز التاسك بتاعتي تكون مربوطه باليوزر ستوري دي. هنا بختار لينك ايشو وببدا اشوف الريليشن بتاعتي او العلاقه بتاعتي ما بين التاسك دي وما بين اليوزر ستوري. هو هنا مديني شويه ريليشنز انا ممكن استخدمها. از بلوكد باي معناها ان هي متوقفه على اليوزر ستوري دي، يعني هل التاسك دي واقفه مش عارف اشتغل فيها لحد اليوزر ستوري دي ما تخلص؟ لا، مش دي العلاقه. بلوكس العكس، معناها ان التاسك دي هتكون موقفه اليوزر ستوري لحد ما تخلص، ودي برده مش صح. سكلوند باي هي منسوخه من اليوزر ستوري دي او من التاسك دي، وده مش حقيقي. كلونز معناها ان هي من ضمن النسخ بتاعه التاسك دي، وده برده مش حقيقي. از دوبليكيتد باي معناها ان هي بتتكرر هنا تاني في اليوزر ستوري دي وكنا اشتغلنا عليها قبل كده، وده طبعا مش حقيقي. ودوبليكيتس معناها ان هي مكرره بنفس التاسك بالظبط اللي عملناها في التاسك اللي فاتت، وده مش حقيقي. وريليتد تو معناها ان هي بتنتمي الى اليوزر ستوري دي، ودي الريليشن اللي احنا عايزينها. هنتكلم عن موضوع الريليشن ده بالتفصيل في فيديو منفصل ان شاء الله. انا اختار هنا اليوزر ستوري بتاعت اللوجن اللي انا كنت عايزها وهعمل لينك. دلوقتي انا عملت ايه؟ دلوقتي انا ربطت التاسك دي باليوزر ستوري. يعني انا لو جيت رحت لليوزر ستوري دي هنا وعملت ريفرش هتلاقي من ضمن التاسكات بتاعته رايتنج التست كيس، وهتلاقي الستيتس دان. فلما تخش على اليوزر ستوري تبدا تعرف هي دان بنسبه قد ايه، ان اليوزر ستوري دي زي ما قلنا هتتقسم لكذا تاسك. الديفلوبرز هيعملوا تاسكات، يعني انا لو ديفلوبر مثلا هاجي اعمل هنا
رايت كود في الفرونت اند وهبدا اكتب التفاصيل بتاعه الكود. دي تفاصيل طبعا بتاعه الديفلوبمنت مش موضوعنا دلوقتي. وبرده بالمناسبه ان انا اقدر اعمل اللينك ده من جوه التيكت نفسها وانا بكريتها. طب ازاي؟ هاجي هنا في لينكد ايشو، هختار ريليتد تو زي ما احنا اتفقنا، وهختار الايشو بتاعتي انا حابب اربطها بايه. والله انا حابب اربطها برده بالتيكت بتاعه اللوجن او اليوزر ستوري بتاعه اللوجن. وبعد كده ادوس كرييت، هي باي ديفولت هتروح تضاف لليوزر ستوري بتاعه اللوجن. لو جيت عملت هنا ريفرش هتلاقي دلوقتي في تو تاسكس اهو، الرايتنج تيست كيس بس الفرونت اند لسه شغال. ممكن لما نغير بقى الستاتس بتاعت الفرونت اند، والله دلوقتي التست كيس دان والفرونت اند ريدي فور تيستنج، فاحنا ممكن نبدا نرن التست كيسز دي وهكذا. طيب احنا ليه بنستخدم كل ده؟ ده بيساعدنا ان احنا نمونيتور الشغل اكتر، نبدا نشوف كل حاجه وكل تفصيله الستاتس بتاعتها ايه على اليوزر ستوري. انا مثلا كبرودكت اونر لو دخلت على اليوزر ستوري دي عايز اعرف التيم اخباره ايه، وعندي تاسكات لكل فرد في التيم، فاعرف ان الكيو سي خلص التست كيسز، الفرونت اند خلاص الكود بتاعهم ريدي فور تيستنج، التسترز شغالين عليه، بعد كده مثلا يبقى في الاوتوميشن، بعد كده في الباك اند، ايا كان بقى الترتيب التفاصيل. طبعا الترتيب ده مش صح، انا بقول اي امثله. واخر حاجه حابب اوضحها ان انت كتستر مش مطلوب منك ان انت بتكريت تاسكات لكل التيم، لا انت بتكريت تاسكات الخاصه بالكيو سي فقط. بس في الاول وفي الاخر انت لازم تعمل تاسكات لنفسك ولازم تربطها باليوزر ستوري، عشان اي يوزر ستوري يبقى باين فيها التستنج ايفورت، معروف انت كتستر عملت 1 2 3 وستيتس بتاعت التاسكات دي فين. والله رايتنج تيست كيس دن، التستنج نفسه دن، الاوتوميشن مثلا لسه ان بروجرس عشان احنا لسه بنكتب الكود بتاع الاوتوميشن بتاع الجزء الخاص باللوجن، وهكذا. ده بيساعد الديفلوبرز والتسترز والبرودكت اونرز واي حد في التيم ان هو يخش على اليوزر ستوري يعرف الستيتس الحقيقيه بكل نقطه في اليوزر ستوري دي. وات از ايبك؟ ايه هي الإيبك؟ الإيبك باختصار هي جزء كبير من السوفت وير اقدر اقسمه لمجموعه اصغر من الاجزاء، وكل جزء من الاجزاء دي بيكون يوزر ستوري. يعني لو خدنا مثال الكرييت اوردر في اي ويب سايت، لو انا اعمل اوردر جديد في اي ويب سايت، ده جزء كبير من الويب سايت، ده يعتبر ايبك وهيكون جواه مجموعه من اليوزر ستوريز الاصغر. تبدا مثلا بان انا اعرض المنتجات على الهوم بيج بتاعتي، بعد كده اضيف الايتم للكارد، وبعد كده اعمل تشيك اوت واحاسب وادخل العنوان بتاعي، وبعد كده ابقى خلصت الاوردر. كل جزء من دول، وطبعا في اجزاء اكتر من كده، بتكون عباره عن يوزر ستوري لوحدها، ولكن احنا ممكن نضم كل دول تحت ايبك واحده وهي الكرييت اوردر او الاوردر فلو. تعالوا نروح جيرا ونعمل ايبك مع بعض وناخد عليها مثال عشان ده هيوضح الصوره اكتر. تعالوا مع بعض بقى ناخد مثال عن الايبك عشان نفهم اكتر ايه هي الايبك. لو جينا بصينا هنا انا اوريدي عامل ايبك اسمها اوردر فلو. الايبك دي موجود فيها مجموعه من اليوزر ستوري. ده الاوردر فلو، الفلو اللي هيمشي فيه اليوزر من اول ما يدخل الابلكيشن لحد ما يعمل الاوردر. عندي هنا كذا يوزر ستوري، عندي يوزر ستوري اللي هي ان انا اقدر اشوف الكارد بتاعتي، عندي يوزر ستوري ان انا اقدر اضيف العنوان بتاعي، وثالث يوزر ستوري ان انا كونتينيو ماي اوردر وادخل بيانات الدفع بتاعتي وادفع واستلم الاوردر. كل دي يوزر ستوريز تحت الايبك اللي اسمها اوردر فلو. زي ما اتفقنا هو جزء من الكود، جزء كبير اقدر اقسمه لاجزاء صغيره، والاجزاء دي هي عباره عن اليوزر ستوري. طيب تعالوا نشوف ازاي بنعمل ايبك مع بعض. زي ما انا متعود انا باجي هنا بعمل كرييت وبختار النوع ايبك، وبعد كده ببدا اكتب اسم الايبك، ولنفترض ان احنا هنعمل ايبك للوجن. وهاجي هنا هقول سمري، لو ليها سمري هقول ان الايبك دي بتوضح كل المعلومات عن اللوجن. اقدر اكتب طبعا السمري اللي انا عايزه، لو في اي اتاتشمنت او ديزاين او دوكيمنت اقدر ارفعها هنا. طبعا احط هنا اي ديسكريبشن انا محتاجه، ولو محتاج ديسكريبشن ابدا اقول ان احنا هنعمل مثلا في اول يوزر ستوري كذا، ثاني يوزر ستوري كذا، ثالث يوزر ستوري كذا، التايم فريم بتاعنا كذا، وهكذا. اي ديتيلز هحتاجها في الايبك دي وهتساعدني ان انا افهم اليوزر ستوريز اللي عليها انا ممكن احطها جوه الديسكريبشن. طبعا الايبك دي لو ريليتد لحاجه ثانيه زي ما احنا اتفقنا بحطها هنا، اما لو انا عايز اربط بيها يوزر ستوريز هوريكم ازاي نعمل ده كمان شويه. وبعد كده ادوس كليك. كده الايبك بتاعتي اتعملت. تعالوا نفتحها مع بعض. هنا عندك الايبك بكل التفاصيل بتاعتها. لو انت عايز تحط يوزر ستوري ليها هتعمل اد تشايلد ايشو، وهتختار هي تاسك ولا بج ولا ستوري، ان كل الحاجات دي طبعا موجوده تحت الايبك زي ما احنا اتفقنا. واكتب اسم الستوري او رقم الستوري اللي انا هحطه. عمل لي ستوري جديده سماها لوجن، ممكن اقول مثلا هنا فورجيت باسورد. وطبعا انا لو عندي اوريدي يوزر ستوريز موجوده وعايز اضيفها هنا، انا جاست هسيرش بالاسم بتاعها وهي هتظهر معايا. وهي دي ببساطه فكره الايبك. الايبك هي شيء تنظيمي علشان اقدر اقول مثلا ان انا خلصت جزء كبير من الابلكيشن، ولكن عشان ما نتعارضش مع مبادئ الاجايل ان احنا بنقسم البروجكت بتاعنا لاجزاء صغيره، فاحنا بنقسم الايبكس ليوزر ستوريز، واليوزر ستوريز دي بنقسمها لحاجات اصغر اللي هي تاسكات صغيره قوي،
كل مجموعه تاسكات بتمثل يوزر ستوريز، وكل مجموعه يوزر ستوريز بتمثل. بعد ما خدنا مع بعض الايبك وفهمنا بنستخدمها ازاي، تعالوا دلوقتي مع بعض نراجع الجيرا ستراكشر اللي احنا خدناها لحد دلوقتي. اول حاجه معايا بتكون هي البروجكت. تحت البروجكت بيكون في مجموعه من الايبكس، وزي ما اتفقنا هي الايبكس هي اجزاء من السوفت وير اقدر اقسمها لمجموعه من اليوزر ستوريز. تحت كل يوزر ستوري هتلاقي فيه تاسكس زي ما اتفقنا، وكمان بعد ما نخلص التستنج هيكون في بوكس. اذا فالاستراكشر هو بروجكتس، تحتيها ايبكس، تحتيها يوزر ستوريز، تحتيهم باجز وتاسكس. كده يكون ده الاستراكشر العام بتاع جيرا. خلونا دلوقتي ناخد الفاينل راوند او الجوله الاخيره مع بعض في جيرا، ونتعلم شويه تيبس اند تريكس هتساعدنا جدا في شغلنا في جيرا، وخلينا نشتغل بطريقه مور بروفيشنال اكتر على جيرا، وتسهل شغلنا سواء كنت سوفت وير تيستر او اي حد شغال في مجال التك بشكل عام. ودلوقتي تعالوا نتعلم شويه تريكس عن جيرا هتساعدنا ان احنا نعمل شغلنا بطريقه بروفيشنال اكتر، وهتسهل علينا استخدام جيرا. اول حاجه احنا عارفين طبعا منظر الداشبورد بتاعنا، وعرفنا كل حاجه فيها ايه، وزي ما اتفقنا ان هي مش ثابته، دي كونفيجرابل، كل تيم يقدر يعدلها بحسب الديزاين اللي هو عايزه، وان كل تيم يقدر يعدلها باللي هو عايزه. هنا مثلا البورد دي مش كامله، نقدر نزود حاجات. هنا واقفه لحد ريدي فور ديف، ممكن يبقى طبعا في ريدي فور ديبلويمنت وريدي فور تيستنج واندر تيستنج وحاجات كتير، كولومز كتير، نقدر نزود الستبس او الكولومز حسب الفلو اللي احنا عايزين نمشي بيه. كمان عندنا هنا شويه فلاتر. والله انا عندي هنا الايبك، بقدر اختار لو انا عايز ايبك معينه، زي مثلا الكرييت برودكت بيج، هيجيب لي هنا الايبك بتاعتي وكل اليوزر ستوريز اللي موجوده على الايبك دي. لو اخترت ايبك تانية مثلا زي الاوردر فلو، هيجيب لي الاوردر فلو وكل التيكتس اللي موجوده او ريليتد للاوردر فلو. ده هيسهل عليا الشغل وينظم لي الموضوع اكتر بكتير، بحيث ان انا لو بتست ايبك معينه بدل ما يبقى المنظر قدامي كتير كده، لا انا بشوف الحاجات اللي انا محتاجها. والله انا بتست مثلا الويش ليست، فهيجيب لي الايبك الخاصه بالويش ليست وكل اليوزر ستوريز اللي موجوده تحت الويش ليست. طبعا لو في اي تاسكات او بجات موجوده تحت اليوزر ستوريز دول او تحت الويش ليست هيظهروا معايا. هنا من التايب ده بقدر ادور على ايبك او ستوري او تاسك افلتر بيهم، بحيث انا لو عايز اشوف الايبكس بس يجيب لي كل الايبكس اللي عندي، لو عايز اشوف الستوريز بس يجيب لي كل الستوريز اللي عندي، لو عايز اشوف التاسكات بس هيجيب لي كل التاسكات اللي عندي. وطبعا لو في باجز كمان هتظهر معايا، ولكن احنا عشان ما حطيناش باجز فهي مش ظاهره هنا. بعد كده عندي اتنين فلتر هنا، عندي اونلي ماي ايشو، الايشوز اللي انا رافعها، وريسنتلي ابديتد، الحاجات اللي لسه معمول لها ابديت. لو بصيتوا احنا دي الايبكس اللي احنا لسه عاملينها، وده اللوجن والفورجيت باسورد، الحاجات اللي احنا لسه حاطينها، دي الحاجات الريسنت ابديت. فاحنا لما عملنا ريسنت ابديت دي الحاجات اللي ظهرت معانا. جزء جديد كمان مهم تبقى عارفه هو التايم لاين. لو دوست على التايم لاين هنا هيجيب لك كل الايبكس اللي موجوده في البروجكت بتاعك، تقدر تفتح اي ايبك وتشوف اليوزر ستوريز اللي عليهم، وتبدا تخش على اليوزر ستوري اللي انت عايزها، ولو عليها اي تاسكات او اي داتا هتقدر تشوف التاسكات دي او البوكس دي. شويه تفاصيل صغيره كمان حابب اتكلم عليها هنا. اول حاجه الاساين، والله انت كتستر المفروض تبقى عارف اساين التاسك دي لمين. يعني لو هي باك اند بتعمل لها اساين للباك اند ديفلوبر، لو هي فرونت اند بتعمل لها اساين للفرونت اند ديفلوبر، وهكذا. فانت لازم تبقى عارف كويس قوي مين اللي انت بتعمل له الاساين. الليبلز، احنا نقدر نحط اي ليبلز احنا عايزينه عشان نعلم مجموعه من التاسكات. يعني مثلا ممكن يبقى اليوزر ستوري دي خاصه بالفرونت اند، فهحط عليها تاسك فرونت كده، ده ليبل. انا دلوقتي اقدر افلتر بالليبل ده، والله اشوف الفرونت اند ده لو دوست عليه كده هيجيب لي كل التاسكات اللي موجوده عنده في الفرونت اند. احنا حطينا التاسك دي بس، وبالتالي دي اللي موجوده على الليبل ده. الليبل ده حاجه تنظيميه عشان يساعدني ان انا افلتر بصوره احسن. كمان عندي هنا الايبك لينك، الايبك اللي انا ملنك بيها اليوزر ستوري دي، والبريوريتي بتاعتي. ايه مدى اهميه البريوريتي دي؟ والله البريوريتي عندي بتنقسم لهايست، هاي، ميديوم، لو، ولوست. طبعا هو بيحط لك البريورتي ميديوم باي ديفولت. والله انت لازم بتحدد مدى اهميه البج دي او اليوزر ستوري دي او التاسك اللي انت بتعملها. في اليوزر ستوريز عاده مش السوفت وير تيستر هو اللي بيكتبها، البرودكت اونر هو اللي بيكتبها، وبالتالي هو اللي بيحط البريورتي. ولكن برضو لو هتكتب اي تاسك او اي يوزر ستوري او اي بج او اي حاجه لازم تبقى عارف البريورتي بتاعتها، واختار البريورتي المناسبه ليك. في اكتر من طريقه علشان نحدد بيها الستوري بوينتس، من اهمها البوكر بلاننج ميتنج، وده ميتنج بنعمله في الشركات عشان نحدد الستوري بوينتس او مدى قوه اليوزر ستوري دي. اي حد هيشتغل على اليوزر ستوري دي هيبدا يقيم اليوزر ستوري من وجهه نظره ويديها تقييم. ممكن نستخدم مقاسات تيشيرتات، ممكن نستخدم ارقام احنا متفقين عليها، ممكن نستخدم حاجه من الحاجات الشائعه وهي اعداد فيبوناتشي. فيبوناتشي هي متسلسله اعداد اللي هي 1 2 3 5 8 وهكذا، ممكن تقروا عنها اكتر. هي مجرد مجموعه متسلسله اعداد، وكل عضو في التيم بيختار رقم.
ونبدا نعمل مناقشه، كل واحد يقول هو ليه اختار الرقم ده، وبناء على المناقشه دي بنختار كلنا رقم واحد ويبقى ده الستوري بوينت. والرقم ده عاده بيرمز لمدى الشغل اللي هتحتاجه اليوزر ستوري دي. تاني نقطه معانا الاوريجينال استيميت، يعني انت متوقع هتاخد في اليوزر ستوري دي وقت قد ايه. والله كتستر متوقع ان انا اخد في اليوزر ستوري دي يوم، ان انا اكتب لها تيست كيسز واعمل اكسكيوت التيست كيسز دي واعمل تيستنج واعمل ريبورتنج للبج. انا متوقع ان هي تاخد معايا يوم، اللي هم 8 ساعات شغل. التراكنج تايم، انت بتبدا تلوج التايم بتاعك، والله انا اشتغلت عليها 6 ساعات بس، اشتغلت عليها 9 ساعات، بحيث ان انت تقدر تقارن بين الاوريجينال استيميشن بتاعك، الوقت اللي انت كنت متوقع انك تعمله، والوقت اللي خدته كده فعلا، وتبدا تعرف انت ليه ما حققتش الاستيميشن بتاعك. هل انت كنت عامل استيميشن غلط من الاول، كنت شايف ان الموضوع سهل الموضوع طلع كبير، هل ظهرت معاك مشاكل تقدر تتفاداها في المستقبل عشان توفر الوقت ده، وهكذا. ده بيساعدك جدا انك تشتغل. وخليني اقول لكم برضو ان موضوع الاستيميشن ده حاجه قايمه على الخبره. يعني انت في الاول طبيعي جدا ان انت تعمل استيميشن غلط سواء بالسالب او بالموجب، بس لازم تبدا تتعلم ولازم تعرف انت ايه اللي غلطت فيه. يعني انا قلت 6 ساعات، قلتهم بناء على ايه؟ طيب انا لما اشتغلت 8 ساعات، ايه اللي حصل؟ ليه ما اشتغلتش 6 ساعات؟ هل انا كنت محتاج ازود حاجه؟ هل انا كنت محتاج في حاجات ما اعملهاش؟ وهكذا. مره مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه موضوع الاستيميشن ده هيظبط معاك. الكومبوننت هو برده حاجه تعريفيه زي الليبل. انا ممكن برده يبقى عندي كومبوننت في الابلكيشن تحتيها ايبكس وتحتيها يوزر ستوريز تحتيها تاسكس تحتيها باجز، كل دول تحت كومبوننت واحد. والفيكس فيرجن، طبعا انا لو ده فيكس وعندي فيرجن للفيكس ده ممكن احطه في التيكتس دي. طبعا الحاجات دي اختياريه، انت ممكن ما تحطهاش خالص، بس لازم تبقى عارف كل حاجه بتعمل ايه. من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم تبقى عارفها عن جيرا برضو هي نظام الكومنتس بتاعها. نظام الكومنتس هو شبه نظام فيسبوك كده. انا هنا اقدر اقول اي كومنتس لاي حد، والله اقدر اعمل منشن لكل الناس اللي موجوده عندي، اقدر اختار اي حد اعمل له منشن، اقدر اكتب اي كومنت هنا، هقول له مثلا اليوزر ستوري دي نيد مور ريفيو، هعمل وانس انا هعمل سيف، خلاص الكومنت ده هيظهر للناس كلها. اقدر اعمل له اديت من هنا، واقدر اعمل له كمان ديليت. حد انا او اي حد نقدر نعمل عليه رياكشنز زي فيسبوك بالظبط. كمان هنا بيقول لي الهيستوري بتاع اليوزر ستوري دي، والله اليوزر ستوريز دي اتعمل لها اول حاجه كرييتد في يوم 18/5، اتعمل عليها الابديتس دي كلها، وبعد كده اتحولت واتغيرت واتعمل لها لينك بالايبك وكل الكلام ده، واخر ابديت احنا عملناه عليه ان احنا حطينا لها الليبل فرونت اند من 9 دقائق. تقدر تشوف كل التفاصيل بالظبط اللي حصلت على التيكت دي من خلال الهيستوري ده. كمان عندي هنا الورك لوج، الحاجات اللي انت عملت لها لوج، بس هو طبعا بيقول لك انت ما عملتش اي لوج للكلام ده. تقدر تتراك التايم، تشوف انت كنت عامل استيميشن قد ايه ولجيت قد ايه، وهيبدا هو يديك ريبورتس عن الاكشوال ورك اللي حصل على التيكت دي. ودلوقتي ميعادنا مع اعلان اسماء الفايزين في مسابقات المحاضرات الثانيه والثالثه. وفاز معانا بجائزه المحاضره الثانيه واللي كانت قيمتها $50 واترفعت ل $100 بسبب الغياب اللي كنا غبناه عنكم، هو باشمهندس كرولوس ميشيل. باشمهندس كرولوس فاز معانا بجائزه نقديه قيمتها $100 امريكي كاش، هيستلمها مني بنفسه، وكمان فرصه تدريب مجاني مدفوع الاجر لمده 3 شهور مع تيستنج دراجونز. اما الفايز في مسابقه المحاضره الثالثه كان باشمهندس عدنان غنيم، واللي فاز معانا بجائزه نقديه قيمتها $150 امريكي كاش وفرصه للتدريب لمده 3 شهور مع تيستنج دراجونز. وكده يكون فاضل معانا اخر واكبر جائزه، وهي جائزه احسن جيرا ستراكشر كامل. هنعمل جيرا ستراكشر كامل مكون من بروجكتس وايبكس ويوزر ستوريز وتاسك وباجز كمان لو عايزين، لنفس الاي كوميرس ويب سايت اللي كنا شغالين عليه في المحاضرات اللي فاتت، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. واحسن جيرا ستراكشر هيتعمل هيكون له الجائزه الاكبر، هي $200 امريكي كاش زائد فرصه للتدريب لمده 3 شهور مع تيستنج دراجونز تيم. هيكون عندنا في نهايه المسابقه 4 فايزين، هنختار منهم واحد بس عشان ينضم لفريق تيستنج دراجونز التدريب المدفوع اللي اتفقنا عليه. شكرا لكم جدا، اتمنى ان الكل يشارك، وهسيب لكم كل التفاصيل الاشتراك في وصف الفيديو من تحت. افتكر دايما حتى لو ما كسبتش ان المكسب الحقيقي هو انك تتعلم حاجه جديده وانك تزود من مهاراتك. شكرا لكم جدا واتمنى لكم كل توفيق. كده نكون وصلنا لنهايه السيشن. بفكركم لو حابين تعرفوا اي معلومات عن الكورسات اللي بنقدمها هتلاقوا كل المعلومات في وصف الفيديو من تحت. اتمنى تكون المحاضره كانت مفيده ليكم، واتمنى لكم كل توفيق.